كانت هنالك مواجهة ملخص مباراة النصر والشباب 3-2 اليوم في الدوري السعودي. تترقب عشاق الكرة السعودية مباراة قوية تجمع بين النصر والشباب مساء اليوم الثلاثاء 23 مايو على أرضية ملعب الأول بر لحساب فعاليات المرحلة 28 من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم. حسم النصر اللقاء لصالحه بفوز ثمين على الشباب بثلاثية لهدفين. يمر النصر بصورة جيدة في الفترة الأخيرة في المسابقة المحلية، فهو حقق الفوز في المرحلة الماضية على الطائي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد. أنهى العالمي استعداداته لهذه المباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب في اقتناص النقاط الكاملة من أجل تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة الضغط على المتصدر وتضييق الخناق عليه، أملا بأن يتعثر للتساوي معه في النقاط واشتعال المنافسة على اللقب. على الجانب الآخر وقع الشباب في فخ الخسارة أمام الوحدة بهدف دون رد في المرحلة الماضية، ليتفوق رصيده عند النقط 53 من المركز الثالث على جدول الترتيب. يتطلع الليث الأبيض لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط من أجل البقاء في مركزه وتجنب الرجوع للخلف، ولكن هذا يتطلب منه التركيز التام والقتال العالي لنيل العلامة الكاملة. وأعلن الجهازان الفنيان لفريق النصر ضد الشباب التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في 9:30 مساء يوم الثلاثاء على ملعب مرسول بر ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. جاء تشكيل النصر كالتالي: حراسة المرمى أوغستين روسي، خط الدفاع جيسلان كونان، ألفارو جونزاليز، علي الإلجامي، سلطان الغنام، خط الوسط عبد الرحمن غريب، لويس جوستافو، عبد الله الخيبري، علي الحسن، إندرسون تاليسكا، خط الهجوم كريستيانو رونالدو،